ومعاكم سيدات ترتدي ملابس الرجال وتمتهن مهن الرجال. الست هنا في الصعيد متابعين الكرام ب100 راجل. معانا ومعاكم السيدة فج النور خير الله، بتشتغل في الزراعة ومهن الرجال عشان تصرف على أولادها بعد وفاة جوزها. تعالوا بنا متابعين الكرام هنعرف قصة كفاح الست فج النور. تابعونا في اللايف، كل ست لها قصة وحكاية ورواية. تابعونا على المصرية نرصد لكم سيدات تكافح في الصعيد من أجل لقمة العيش. صباح الخير، عرفينا بنفسك. فج النور خير الله أحمد إبراهيم. جوزي متوفي لي 15 سنة، سايب لي 3 بنات وواد يعني زي البنت تجوزت وواحدة اتطلقت، وواحدة معاها 4 ولد جوزها مسايبها يعجرها لها 10 سنين 4 عيال، وواحدة معاها 5 عيال مسايبينهم، وانا بطلع اصرف عليهم الحرجة يعني ومحدش سائل فيهم. الثاني دي اللي جوزت البنت الثالثة الأخيرة صرفت 200,000 في جميع الناس ساعدتني فيه. بعدت على عفش لقيته بيشرب شاب وحشيش والكلام دي، تلمع على عفش بنتي كله وباعوا. طبعا انا اشتكت، ناس شدت لي المحاميه وصرفت على المحاميه يعني ناس ما فيش دحى الله يبارك لي. لحد دي لك 3 سنين ما جابليش عفش بنتي، وتلمع عليه بيبيع فيه عشان المخدرات، والتاني مسيبها تركب بيتي 10 سنين. طبعا ميه ونور والبوس وكهرباء ومصاريف كده. استاذ احمد مثلا يبعت لي يقول لي تعالي اشتغلي عشان يعني تربي الايتام اللي معاك وكده يعني تصرف على العيال دول اللي سبتهم اباتهم الحاج محمود برضه بنفس الطريقه. اطلع الم لي جماعه زي ديولي يعني يشفقوا علي كده وكده يعني. بس يعني ما فيش اني جمعيه خيريه بساعد كده. فهمني؟ ايوه. ايه اللي خلاك طلعتي؟ غصبت العنا عاد للضروره احكام. المصاريف وكل اللي تشتكيه والحكومه مش عامله شيء يعني مع الشباب كده مثلا جايبه حق الايتام ولا كده مثلا يعني. مثلا اشتكينا يعني ما فيش حاجه طالعان عشان يجيبوا عفش البيت. طبعا وهو يعني بيتهرب برضه من هنا لهنا. دي اسمه ماهر احمد امين، اسمه ماهر احمد محمد امين كده. وطبعا هنا ماشيين ما عاد شويه ما عاد شويه، والظروف يعني تحكم على اي حد. طب انت ايه بتعملي دلوقتي؟ بقشر برا مثلا. كيف بتقشر البار؟ ما زي كده يعني بقشر البر زي كده زي ما انت شايفه زي كده يعني نطلع البوصه ونرمي القنديل. بس كده يعني مثلا شغل قصب، شغل نظافه قصب، شغل مثلا وهيك. طبعا والناس يعني تعبنا يعني احنا مش صغيرين نهدى على الدنيا. انت ليكي كم سنه؟ عندي يعني فوق 55 53 يعني زي 56 زي كده يعني. يعني قبل ما يموت جوزك ما طلعتيش؟ ما كنتش تطلع؟ ما كنتش اطلع يعني برضه كان هو جات شويه مرض يعني صرفت اللي ورانا واللي قدامي. اضطرينا نطلع يعني وبخاف على البنات يعني من الشباب اللي بيشرب دي ما برضاش اطلعهم. اقول البنات بيتبهدلوا. طبعا انا هطلع على عربة الكار اطلع